وانا تعبت من المشاكل دي، والحل الوحيد اللي قدامي دلوقتي عشان ما اخسركيش وكمان ما اخسرهمش اني اعمل لهم اللي هم عاوزينه. يعني ايه؟ ازاي يا زياد؟ هو انت قررت انك تطلقني عشان خاطرهم؟ طيب وانا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا عندي الحل، اسمعيني بس. ايوه، للاسف اهلي وصلوني انا وهالة مراتي الحيطه سد، وما كانش قدامي غير الحل اللي هتسمعوه دلوقتي ده. بس الاول، قبل ما احكيهولكوا وتعرفوه، بدعوكوا الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبدنا نبدأ حكايتنا. انا اسمي زياد، من عيلة كبيرة قوي، مستوانا الحمد لله عالي جدا. ومن وانا في الجامعة حبيت هالة زميلتي، حبيتها قوي، لقيت فيها كل اللي انا بحلم بيه واي واحد في الدنيا يتمناه في مراته. بس للاسف بقى اهلي كانوا شداد قوي، وبعد ما اتخرجت قلت لهم ان انا عاوز اتقدم لها، لكن كان ليهم بقى رأي تاني زي ما هتشوفوا كده. بابا، انا الحمد لله زي ما حضرتك عارف خلصت الجامعة وكمان بتقدير عالي، وان شاء الله خلاص هانت وهتعين معيد. الله يا زياد، وشغل ابوك مين هيمسكه يا ابني معاه؟ انت مكانك معاه، ما تسيبهوش ثانية علشان تعرف تحافظ على اللي هو عملهولك انت واخواتك البنات. يا ماما، ده حلم عمري ان اتعين معيد في الجامعة، وبعدين يعني ده ما يمنعش اني مش هأثر ابدا في شغلي مع بابا، يعني زي ما كنت بعمل ايام الدراسة كده. وانا موافق يا ابني، على خيرة الله. انت راجل يا زياد، وعارف انك قدها وقدود ويعتمد عليك. ايوه يا حاج، بس لازم بقى تزودني مرتبي شويه، علشان عاوزك تيجي معايا اخطب بنت بحبها قوي، كانت معايا في الجامعه واهلها ناس محترمين جدا. زميلتك ايه دي اللي انت عاوز تخطبها يا ابني؟ وشاهين ده بنت عمك صالح، انت عارف انه صاحبي وشريكي، ده انتم من زمان على اسم بعض. هو انا وعمك صالح متفقين على كده. بابا، انا ما شفتهاش من كام سنه عدوا وفاتوا، عاوزنا نتجوزها ازاي بس؟ وبعدين يعني انا كنت بعتبر كلامك انت وعمو صالح مجرد هزار، قلته زمان وخلاص. انا بحب هالة ومش هتجوز غيرها. ليه؟ ده انت اتجننت يا واد انت. انت بالشكل ده بتحرجنا كلنا، ما ينفعش ما تتجوزهاش. اعمل حسابك، الاسبوع الجاي هنروح نتقدم لشاهين ده رسمي، الموضوع اتقفل. وساعتها دخلت في مشاكل كتير قوي معاهم، لكن وقتها كان حظي حلو، البنت كانت بتحب واحد تاني وهي صممت عليه لحد ما أهلها وافقوا. وقتها طبعا أهلي خلاص بقى هما كمان وافقوا إني أتجوز هالة، لكن بصراحة ما كانوش متقبلينها خالص، رغم إنها كانت جميلة في كل حاجة. لكن أنا مهمنيش واتجوزتها. لكن للأسف مرينا بظروف تاني كانت أصعب من الظروف اللي فاتت دي وعدت. بصوا كده. ها يا ابني، الدكتور قال لكم ايه؟ طمنوني بقى المرة دي. والله يا بابا، نفس الكلام اللي اتقال قبل كده، محدش فينا عنده اي مشكلة، وكل اللي قاله لنا هو الصبر وبس. وهو كل الصبر ده ومش عاجب؟ ايه، هنستنى لحد امتى؟ ده انت يا ابني ابننا الوحيد، ونفسنا نفرح بيك ونشوف لك حتة عيل. والله يا طنط، وانا كمان نفسي نفرحكم قوي وتشوفوا ابننا كده وتاخدوه في حضنكم، بس هنعمل ايه؟ دي إرادة ربنا، وإن شاء الله ربنا هيعوض صبرنا خير. هيصبر انت يا حبيبتي لوحدك، احنا ملناش دعوة. أنا من الأول وقلت لك ايه الجوازة دي جوازة الشوم. طبعا مش محتاجة أقول لكم إن هالة زعلت جدا، واخدت بعضها بكل هدوء واتضيرت عشان تمشي. وساعتها ناديت عليها وقلت لها: هالة، يا هالة، استني بس. بس مشت وما سمعتنيش وما ردتش عليا أساسا. واتضيرت لماما وقلت لها: ليه كده بس يا ماما؟ هو لازم كل شوية تقولي لها كلام بالشكل دوت وتقهريها بيه؟ اسمع يا ابني، انت لازم تطلقها، يمكن يكون زي ما الدكتور الأولاني قال لكم، لو كل واحد فيكم قدر يتجوز حد تاني ممكن ساعتها يخلف.
وانا مش عاوز عيال خالص يا بابا، لو مش من هلا يبقى بلاش. لا بقى، قولي كده، دي اكيد عامله لك عمل. استني انت بس يا امال. اسمع يا زياد، انت وقفت قدامي قبل كده وتحدتني ورحت اتجوزتها، بس المره دي بقى لو عملتها تاني وحرمتني اني اكون جد، لا هتكون انت ابني ولا اعرفك، وتشوف لك بقى مكان تاني. ملكش كمان اي فلوس عندي ولا حتى شغل. ووريني هتصرف على هانم دي ازاي. هيستهدى بالله بس كده يا حاج، ده انت صاحب مرض. زياد ابنك وسندك وطول عمره تحت طوعك، ولا يمكن يعصلك امر ابدا. انا قلت اللي عندي ومش هرجع فيه. وبالمناسبة يعني عشان تبقى عارف، شاهندة بنت عمك صالح سابت خطيبها خلاص، هي دي اللي انا عاوزها تكون ام احفادي. ايه بابا، انا كده هكون بظلم هالة معايا؟ انا بحبها ليه بس كده؟ يوه يوه يا واد انت، هو احنا ايه اللي هنعيده هنزيده واللي نبات فيه نصبح فيه؟ ما تسمع كلام ابوك. براحته، هو حر يا امال. قدامك اسبوع واحد، يا تسمع كلامي يا ما شوفش وشك تاني هنا وتنسى ان ليك اهل. وبعد تفكير طويل ما كانش قدامي غير حل واحد بس. اسمعوه بقى كده معايا. هنعمل ايه يا زياد؟ انا مش عارفه اعمل ايه. هما مستعجلين كده ليه بس؟ ده احنا يا دوبك لسه مكملين السنه. وانا خلاص يا هاله تعبت، والحل الوحيد اللي قدامي دلوقتي عشان ما اخسركيش وكمان ما اخسرهمش اني اعمل لهم اللي هم عاوزينه. يعني ايه؟ هو انت قررت تطلقني يا زياد؟ هتطلقني عشان خاطرهم؟ طب وانا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا عندي الحل. بص يا هاله، انا هطلقك كده بس قدامهم واتجوز شاهندة علشان اخلف ونخلص بقى، وبعد كده هرجع لك تاني. انا مفيش قدامي غير كده، والا هخسر اهلي وشغلي ومستوانا ده كله. هيكون وضع تاني خالص، ما اعتقدش ان انا وانتي هنتحمله. فضلت اضغط عليها لحد ما وافقت. اه، هالة وافقت على الحل ده لانها كانت بتحبني قوي، ومش متخيله ولا متقبله فكره اني اسيبها واطلقها. فرضت باي حال، حتى لو انا عارف ومتاكد ان الحل ده قد ايه هيجي على قلبها، بس ما كانش في ايديها اي حاجه تعملها. ووديتها على بيت اهلها، واكتشفت في غيابها بقى اني مش قادر اعيش من غيرها. انا مش قادر على يوم واحد في بعدها. وبالصدفه كنت بسمع برنامج على التلفزيون، يعني كان المذيع مستضيف كذا حاله، بيتكلم كل واحد فيهم عن حياته، وبيقول للمذيع: عايش سنين ندمان على حب عمري اللي معرفتش انساها بقالي ايام وليالي وسنين. ياه، ولما كل الحب ده في قلبك سبتها ليه؟ ازاي تكون بتحبها الحب ده كله وتسيبها؟ ما حاولتش ترجع لها ليه؟ ضحى خطيبتي كانت اجدع واجمل بنت في الدنيا، وكنا بنحب بعض جدا، بس للاسف حصل ما بيننا مشكله. ورحت ساعتها لاهلها وقلت لهم ان كل شيء اسمه ونصيب، ورغم انهم حاولوا يصلحوا الموضوع وصحابنا كمان اتدخلوا عشان نرجع لبعض، لكن لا، للاسف انا صممت وبكل تقبل رفضت. هو انت كنت وقتها بطلت تحبها يعني؟ بالعكس، انا عمر ما حبها جوايا قل، لكن كان من وجهة نظري ان هو ده الصح، علشان اعاقبها واعرفها هي واهلها قيمتي كويس قوي. طيب تمام، ولما هديت بقى ما حاولتش ترجع لها؟ ولا هي كانت نست الموضوع ورفضت خلاص؟ يا ريت، يا ريت كانت نسيتني، ولا انها تسيب الدنيا كلها. اه، هو ده اللي حصل. سابت الدنيا كلها ومشت. ما قدرتش تتحمل بعدي عنها، نامت مقهورة. الوجع اللي عيشته لها هو كان السبب في اللي حصل لها. نامت وما صحيتش. بس والله أنا بحبها، وهفضل طول العمر أحبها، وكنت ناوي أرجع لها. ما هي كانت روحي، بس للأسف أنا ندمت بعد فوات الأوان. عندك حق، يا ريت كلمة عمرها ما بترجع اللي فات. وطبعا ربنا يعينك، لأن أسوأ شعور في الدنيا هو الشعور بالندم بعد فوات الأوان. سمعتوا الكلمة دي؟ فوات الأوان. الكلمة دي مهمة قوي،
ركزوا شوية معايا فيها. وبعد كده جت فقرة جديدة، لقيت واحدة كمان بتحكي للمذيع وبتقول له: أنا بقى من يوم ما اتجوزت وسافرت وأنا مشغولة بجوزي وأولادي، وكنت بقعد بالسنين منزلش لأهلي أجازات، ومهما حاولوا معايا عشان أنزل لهم كان بيبقى ده ردي. وحشتينا قوي يا رحمة. إيه يا بنتي، خلاص جوزك وعيالك أخدوكي مننا؟ نسيتي أخوكي سامي برضو؟ أبدا والله يا حبيبي، بس أنت عارف بقى جوز أختك لو سبته لوحده يوم واحد هيضرب لخمة. معلش حقكم عليا، انتم موحشيني قوي كلكم. هي يا بنتي الكلام على التليفونات والفيديو كول ده مش جايب همه، مش كفاية؟ ايه، ما وحشكيش حضن امك؟ تعالي يا بنتي بقى، لو حتى اسبوع واحد، يا عالم هنتلاقى تاني ولا لا. اخسى عليكي يا ماما، ما تقوليش كده. ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا حبيبتي ويخليكي لينا. خلاص، وعد السنة الجاية ان شاء الله هظبط كل اموري وهجيلكم. يا ريت يا رحمة، يا ريت. ده انا خايف اخطب وما تجيش تحضري خطوبتي يا ستي. اعملها انت بس وملكش دعوة، كله اللي انت يا حب العمر انت. هو انت يا سامي اخويا الصغير؟ لا، ده انت ابني، تربية ايديا. ويعدي الوقت وانا برضو ما بنزلش اجازات. وفي مرة اخويا الكبير، اصل هو كمان كان مسافر بقاله مدة، كلمني وقال لي: انا بكلمك قبلها اهو عشان تلحقي توضبي حالك وتحجزي ونسافر سوا زي ما اتفقنا، نقضي الاجازة كلنا في بيت ابونا الله يرحمه. والله يا محمود انا مش عارفة اعمل كده، احمد مضغوط قوي اليومين دول ومش هقدر اسيبه. يا بنتي حرام عليكي، مش هيجرى حاجة يعني لما تسيبيه يومين. تعالي اطمني على اهلك، دول هيتجننوا عليكي. واجلت كالعادة سفري، ونزل محمود اخويا لوحده، اللي اول ما وصل سامي اخويا قال له: هي اختك مش هتيجي برضو يا محمود؟ معلش يا حبيبي، ما قدرتش تيجي. لا، انا مش هستناها هي اللي تجيلي، انا هروح لها، دي وحشتني قوي، مش قادر على يوم تاني من غيرها. وللأسف سامي توفى في اليوم اللي كان جاي لي فيه. ودلوقتي رجعت بعد ما سبت جوزي وقاعدة أنا وولادي هنا في بيت بابا. بس للأسف أخويا هو اللي ما بقاش موجود. أنا رجعت بعد فوات الأوان. أيوة، هي رجعت بعد فوات الأوان، بس أنا مش هستنى فوق بعد فوات الأوان. وقتها حسيت إن كل دي علامات، وأخدت القرار ولميت شنطتي وقلت لبابا: أشوف وشك بخير يا بابا، أنت برضو هتعمل اللي في دماغك، مفيش فايدة فيك. رضاك عندي أهم حاجة، أنا مش عاوز شغل ولا عاوز فلوس، أنا هعتمد على نفسي وأكبر زي ما حضرتك ما كبرت لوحدك. كل ده ليه؟ علشان هالة؟ يعني هي أهم عندك مننا؟ أنتم أهلي اللي ما أقدرش أبعد عنهم أبدا، والآخر يوم في عمري طاعتكم واجبة عليا. بس هالة كمان معاها قلبي وبحبها، وهي كمان بتحبني، وحتى لو مش هتجيب عيال أنا راضي، أنا مش عاوز غيرها. لا، ما هو باينة قوي عليك إن طاعتنا واجبة. يا بابا، طاعتي وبري ليكم في أي حاجة تخصكم، لكن حياتي دي من حق أعيشها زي ما أنا اخترت، ولو كانت نصيحتكم ليا في محلها أنا أكيد كنت عملت بيها. بس أنا آسف، هفضل طول عمري أودكم وأسمع كلامكم في كل حاجة إلا في اللي يخص حياتي. وأخدت بعضي وجريت على هالة اللي كانت دموعها على خدها، أخدتها وأجرنا شقة واعتمدنا على نفسنا. وهالة كانت إيديها بإيديا، اشتغلت زيها وكبرنا سوا. وأكدت لأهلي بقى وللناس كلها إنها تستاهلني زي ما أنا استاهلها. ودلوقتي بقت غلاوتها من غلاوتي أنا كمان عند أهلي، خصوصا يعني لما جابت لنا زين وريتال. ما تستهونوش يا جماعة بمشاعر حبايبكم، لأن شوية زعل أو ضغط ممكن يكون سبب في نهاية حياتهم. مفيش حد هتسيبه ضامن ترجع تلاقيه زي ما سبته. لا، القدر بقى ممكن يعيشك طول عمرك ندمان. ما تسيبوش الزعل ياكل فيكم وفروحكم، اوعوا توجعوا حد أمن لكم فتح لكم قلبه، علشان ما ترجعوش تقولوا يا ريت، وساعتها هيكون بعد فوات الأوان.